اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى إخوات في الدنيا؟ النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كوسة بالبشاميل والمشروم واللحمة. هنعملها بأسهل طريقة وأحلى طعم. مش هتاخد معاك وقت خالص في التحضير، والطعم ما أقولكوش واو. في منتهى الجمال. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الكوسة القمر بتاعتنا دي ازاي. أنا معايا كوسة حوالي كيلو إلا ربع من الكوسة. انا غسلها كويس. وطبعا هبدا بقى اقطعها حلقات بالشكل ده. طبعا التقطيعه ولا تكون رفيعه ولا تكون سميكه، تكون وسط. انا معايا كده وعاء كده على النار، هحط فيه كده قطعه زبده كبيره او معلقه سمنه، عليهم كده حوالي معلقتين من الزيت. وهنزل بقى بالكوسه، وهنزل عليهم نص معلقه من الملح صغيره، ومعلقه من الفلفل الاسمر صغيره، وهبدا بقى اشوحها. الخطوة دي مهمة قوي، علشان طبعا الكوسة ما تخليها لما نيجي نحطها في قلب الصينية ونعملها ما تنزلش مية كتير. لازم الأول نديها صدمة، وفي نفس الوقت برضو هتدينا طعم أحلى. طبعا هنشوحها كده لحد بس ما تدينا كده لون خفيف بالشكل ده، يعني مدة بس حوالي 5 دقايق. وبعد كده هنروح شايلينها. ومكان بقى تشويح الكوسة هنعمل هنشوح كده اللحمة، هنعصج اللحمة. انا معايا حوالي ربع كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا كميه اللحمه اللي انت عايزاها. هديها كده تشويحه كده لمده حوالي 3 دقايق بس لحد ما لونها يتغير. وبعد كده هضيف نص علبه من المشروم ده. مشروم ده معلب. طبعا انا غسلاه بالميه ومصفياه عشان المحلول اللي فيه. تشويحه كده مع اللحمه لمده بس حوالي كده دقيقتين. هضيف معلقه فلفل اسمر صغيره، وكده الملح طبعا حوالي نص معلقه ملح صغيره، لحد طبعا ما الاكله تظبط معاكي. تشويحه كده مع بعض. هنزل كده بحوالي 3 فصوص من الثوم، انا مقطعاهم قطع صغيره بالشكل ده او تفرميهم. وبعد كده هنزل ببصلتين انا مقطعاهم قطع بالشكل ده، او حبه تفرموا البصل عادي مفيش مشكله. بشرة طماطمايه. وهنقلبهم كده مع بعض كده نقعد نشوح فيهم كده لمده حوالي 5 دقايق، لحد ما البصل تحسيه ان هو دبل معاكي. كده خلاص اللحمة اتعصجت معانا مع المشروم. الريحة ما اقولكوش، في منتهى الجمال. هنزل بالكوسة اللي احنا شوحناها. هنشوحها كده مع اللحمة والمشروم كده لمدة حوالي بس كده 3 دقايق على النار كده. وبعد كده خلاص هنطفي عليها ونركنها كده عبال ما نعمل البشاميل. هنبدأ نعمل البشاميل. انا كده معايا وعاء وحطيت فيه معلقة من الزبدة، على كده معلقتين من الزيت. هضيف كده حوالي 4 معالق من الدقيق او الطحين. هنشوحهم كده في قلب الزبدة.
طبعا حابة تعمليها بزيت بس مش مفيش مشكلة، حابة تعمليها بسمنة مفيش مشكلة، المتوفر عندك. بس بصراحة الزبدة بتدي البشاميل طعم في منتهى الجمال. هضيف كده لبن حليب حوالي 5 كوبايات من اللبن الحليب، اهم حاجة يكون كامل الدسم عشان يطعم لك البشاميل بتاعك. معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وحوالي نص معلقة صغيرة من الملح. وهضيف بقى ايه قطع جبنة. انا معايا جبنة نستو، هضيف حوالي 4 قطع. طبعا ايه لو مش حابة تضيفي جبن مفيش اي مشكلة، طبعا ايه البشاميل كده لوحده بيبقى برضو تحفة. وهنقلبهم كده ايه على النار مع بعض كده لحد ما البشاميل كده يغلي ويتقل معانا، يبقى قوامه زي القوام الكريمة كده بالظبط. كده خلاص جهز معانا. هنبدأ بقى ايه نجهز الصينية بتاعتنا. انا كده ايه معايا صينية هحط فيها كده ايه حبة من البشاميل في ارضية الصينية كده، وهنفردها. هنفرد كده البشاميل في ارضية الصينية، يعني كده ايه حوالي كده ايه كبشة او كبشة ونص كده. وهنزل بقى ايه بالكوسة اللي احنا شوحناها مع اللحمة والمشروم، وهنفردها كده في الصينية. طبعا الطريقة دي سهلة جدا خالص، مش هتاخد معاكي وقت خالص في التحضير ولا اي تعب. وهنفردها بالشكل ده، وهننزل بقى ايه عليها بالبشاميل. ما شاء الله البشاميل تحفة. هنسوي كده ايه البشاميل عليها، وبعد كده ايه هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. هتقعد كده معانا حوالي نص ساعة. كده خلاص الكوسة استوت معانا. طبعا انا طلعتها وهضيف كده ايه الجبن، وهدخلها كده تحت الشواية بس كده ايه تدي لون حوالي بس كده دقيقتين. لو مش حابة تضيفي جبن، اول ما تستوي وما ادتش لون من فوق هتروحي مطفيه الفرن ومشغله الشواية لحد ايه ما تحمر معاكي. بس اهم حاجة وانت حطاها تحت الشواية تقفي جنبها عشان ايه ما تتحرقش منك، لان مش هتاخد معاكي وقت خالص. كده خلاص احمرت معانا ما شاء الله تحفة في منتهى الجمال، طعم وريحة ولون ما اقولكوش فعلا حكاية. ما خدتش معانا وقت خالص في التحضير، والطريقة دي سهلة جدا وبسيطة وبدون اي تعب. ما شاء الله تحفة في منتهى الجمال. جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.